الفيلم هنا كيبدا موت الشخص اللي كان خدام في لابونك. قرر باش غادي يسرق 17 مليون دولار، وملي سرقها دار واحد الطريقة ما شافو حتى شي واحد. ولكن مع الاسف غادي نشوفوا الحياة ديالو غادي تقلب ل100 درجة، حيتاش كان وقع له واحد المشكل. ما نحرق لكمش الاحداث ونبدا لكم من الاول. كنشوفوا هاد الشخص اللي سميه ديالو اركازي، كانوا هما والصديقة ديالو. اول مرة ملي خدم في لابو كانوا فرحانين، وقرروا داك النهار باش غادي يمشيو يسرقوا داك البنكة، وكانوا عاطيناه واحد لاكارت ومشى زورها باش ما يعرفوش. وهز السيارة ديالو ومشى لتما باش غادي يسرق ديك الاموال. ملي دخل تما غادي يجبر واحد الصندوقة اللي كبيرة بزاف، وكان عنده واحد الكود ديالها سكانر، وغادي تفتح له الباب. ملي تفتحت غادي يلقاها عامرة دولارات، وهنا فرح وعجبو الحال، وبقى كينقل بواحد الكروسة. واحد اللحظة بقى كيحط الفلوس بالمرصوة، شاف راسو غادي يتعطل، وبقى كيعمر في ديك الطوموبيل حتى عمرها كلها. وملي رجع للخزينة الفايج الاخر غادي يخرج واحد الصديق ديالو كان تما، سمعو كيخرجش. خرج لعندو قال له: اش كدير نتايا هنايا؟ قال له: انا سمعت واحد الصوت وجيت نشوف ديالاش. قال له: حتى انا جيت نشوف. قال له: هاد الصوت غير ديال واحد المش كان هنايا. قال له: صافي. قال له: ولكن انت اش كدير هنا؟ قال له: انا راه سيرفيس اليوم هنايا. وغادي يمشي في حالاتو. ملي مشى غادي يمشي يهرس ديك الكاميرا ديال المراقبه، وغادي يدي حتى التسجيلات باش ما يخليش لاطار. ولكن البلا اللي ما فهموش وهو نسى واحد الكاميرا اللي ما شافهاش، كانت مخفيه، كانت غير فوق منه هو فرحان. قرر باش يمشي في حالاته. ملي جا يسود البيبان ديال الطوموبيل ما بغاوش يتسادوا حيت الفلوس كانوا بزاف. ودخل داخل وبدا كيستف ديك الفلوس باش يدير لي سباس باش يخلي الباب تساد. ولكن في واحد اللحظة غادي الباب تساد عليه، وغادي يبقى حاصل تما. وهنا كان عنده واحد السرجم قدامه، غادي يحلو باش غادي يخرج من تما. ولكن كان غليظ ما قدرش يخرج. غادي يجمع واحد الربطة ديال الفلوس، وغادي يدير واحد العمود طويل بزاف، وغادي يكسيري به كسيرة، وغادي يهرس داك الحيط ديال لابونك، وغادي يمشي في حالاته. ملي وصل غادي يتلقاوه الاصدقاء ديالو باش يشوفوا شنو جاب. حلوا الطوموبيل بداو غير مصدومين ما فهموا حتى شي حاجه. زورولو لاكارت ديالو ديال السفر، وقرر باش غادي يمشي للمكسيك، وعطاوه 30 الف دولار وركب في السياره ووصل المطار. ملي وصل رجال الامن غادي يدخل لهم فيه الشك وغادي يحبسوه. في واحد اللحظة قالوا له: يلا دوز. وهنا كنشوفه وصل المكسيك، وطلع كرا واحد لوطيل اللي كبير بزاف، وبقى عايش واحد الحياة ديال الرفاهية. عجبو الحال، عرف راسو باللي الفلوس كتبدل بزاف. وغادي يصوني على الصديقة ديالو، قال لها: جيو لهنا المكسيك نتيا والفلوس. قالت له: دابا يا البوليس مشدين الحراسة على الطيارة، ما عندي كيف ندير باش غادي نجي لعندك لتما حتى تبرد الدعوة. قال لها: المهم غادي نخليكم اللي تبرد الدعوة ديك الساعة تصوني عليا. هو يجي واحد الصديق ديالها وغادي يوريها واحد الصورة ديالو باللي البوليس خرجوا عليه الريشورش باش غادي يشدوه. غادي يوصلوا لديك الفندق اللي كان ساكن فيه هو، وغادي يسولوا عليه. هو نزل باش ياخد لاكارت ديالو، غادي يشوف الصورة ديالو تما، وغادي ينوض كيهرب. عرف راسو غادي يشدوه. غادي ينوض كيهرب وسمح في ديك الفندق مرة، وغادي يتصل بالصديقة ديالو. قال لها: راه صيفط ليا الفلوس، رانا بقيت محنسر وجاو لي الدرك الملكي. قالت له: انا ما عندي كيف ندير. بدات كدير له الاعذار. والغد ليه قرروا باش غادي يرشيو هاد الشخص ويصيفطوه للمكسيك باش غادي يقتلوه. عطاتو الصورة ديالو وعطاتو 20 الف دولار. قالت له: بغيتك تقتلو. الغد ليه وصل المكسيك، بدا كيقلب عليه وغادي يشوف اركازي هاز واحد البندقية وبغى يخني فيه، ولكن غادي تفرقع فيه وغادي يطيح في الارض لواحد الطبلة. هنا اركازي عرفو غادي يقتلو، وناض كيهرب وغادي يتبعو. حبس في واحد الشاحنة وبدا غادي كيهرب. وصل لواحد البلاصة وغادي يتصل بالصديقة ديالو، قال لها: نجيو نتيا والفلوس، انا راه هنا بقيت حاصر، راه حد الشخص كان غادي يقتلني. وغادي تصارحوا. قالت باللي حنا هما اللي صيفطنا لك الشرطة، وصيفطنا لك حتى داك الشخص باش غادي يقتلك. قالت حتى الفلوس ما غاديش نعطيوها لك، غادي نديوها وغادي نعيشوا واحد الحياة اللي زوينة. هنا عرف راسو باللي ضرب ديك التمارة كلها في الزيرو، وبقى كيضرب راسو مع داك التليفون. الغد ليه جاليلو داك الشخص اللي كان باغي يقتلو، ضربو بواحد الحديدة، داه للدار في واحد البانيو. وجاليلو قال له: اش باغي دير ليا؟ قال له: انا باغي نقتلك. قال له: عافاك، غادي نعطيك الضوبيل ديال الفلوس، غير خليا نمشي في حالاتي، انا راه عارف باللي صيفطوك ليا. هنا غادي يشد واحد لاكارت ناسيونال ديالو، بقى كيشوف فيه وغادي يلقى نفس الكنية. وهنا غادي يعرفوا باللي هو راه الاخ ديالو. تفارقوا ملي كان عندهم 4 سنين، من تما ما تلاقاو.
وهنا غادي يعرفوا الحقيقة ومشاو لواحد بلاصة في البحر وبقاو فرحانين بجوج. الغد ليه كنشوفو إركازي ناعس في بلاصتو، خوه غادي يحطلو الفلوس وغادي يمشي بحالاتو، غادي يصوني على الصديقة ديالو، قالها غادي تصيفط ليا 80 مليون دولار، قالتلو واخا انا غادي نصيفطهالك. الغد ليه مشى لابونك، ملي مشى قالو واش شريف انا بغيت نجبد شي فلوس عندي هنايا، قالو راه لا كارت لانسيونور ديالك. ملي طال قالو راه عندك 0 درهم في الحساب، طلعلو الدم ومشى في حالاتو وغادي يصوني على الصديقة ديالو المرة الثانية، وغادي يجاوبو واحد الشخص قالو انا الصديقة ديالك راني شديتها ولا قلتها للشرطة راه غادي نقتلها، دابا راه غادي نديلها جميع الاموال اللي عندها. قرر باش غادي يمشي باش يدير شي محاولة ويعتقها، ولكن غادي يشدوه الشرطة في المطار، وغادي يجي الاخ ديالو غادي يشتت لهم الانتباه، وغادي يمشيو باش غادي يشدوه. مشى كيجري وصل المطار وركب في واحد الطيارة. هنا كنشوفوه وصل الميريكان عجبر داك الشخص اللي دا الفلوس للصديقة ديالو محتفل، وشرا بزاف ديال السيارات ودار مشاريع ليا كبيرة، دار واحد الخطة ودخل تما، دخل لواحد البيت وغادي يلقى البرامل ديال الدولارات تما، قرر باش غادي يديهم. من بعد فكر الصديقة ديالو، مشى كيقلب عليها، ملي بدا غادي تبانلو، ولكن واحد الشخص عاس عليها بواحد المسدس، مشى جاب واحد البندقية حتى دخل عليه وغادي يضربو بيها ولو عليه السكوتش. هز الصديقة ديالو وبقاو غاديين غير بالتخبية باش ما يشوفهم حتى شي واحد، وبقاو غاديين في واحد اللحظة غادي يهز المسدس باش يخني في داك الشخص اللي كان سرق لهم الفلوس، وغادي تجي في واحد القنينة ديال الغاز وغادي تفرقع. وهاد الشخص اللي تقطع له القميص ديالو كان خدام مع الشرطة. إركازي ناض كيهرب ولكن ما شافش الشرطة مراقبينه بواحد البلاصة، وهنا عرفوا باللي هو اللي سرق داك الفلوس. قرروا باش غادي يشدوه، ولكن إركازي مشى كيجري وركب في واحد السيارة اللي غالية بزاف باش غادي يهرب، مشى ديما راها وبدا خارج. ملي بغا خارج قصد واحد الباب بغا يخرج منه، ولكن داك الباب كان مصنوع من واحد المادة اللي ما كتهرج، غادي يدخل فيه بالطوموبيل وما بغاش يتحلو. جا عندو الصديق ديالو قال له اركازي انت يا مكلخ بزاف، ديك الفلوس اللي عندك ما تستاهلهاش. قال له هذيك الفلوس انا ضربت عليها تماره، وملي سافرت قلت لكم صيفطوا لي 80 مليون دولار وكاع ما صيفطوها ليا، وانت دابا كتقول خصك الفلوس. وهنا نسى بلي الشرطه كيسمعوه. الغد ليه غادي يجيو ليلو الشرطه وغادي شدوه حتى الصديقه ديالو اللي كانت مشاركه معاه في هاد الجريمه، وغادي الشرطه تقوس في واحد التصريح باللي جبروا الفلوس ولكن ناقصه منا 80 مليون دولار. وملي لقاو ديك 80 مليون دولار ناقصه غادي يحكموا عليهم بالمده ديالها ديال 7 ديال السنوات، غادي يقبضوهم وغادي يدخلوهم للسجن. ملي دخل غادي يلقى ديك السجناء باينه فيهم قبيحين، ولكن بداو كيصفقوا عليهم، شافوهم دازوا في الاخبار سرقوا ديك لابونك وبدا كيفرح. وهنا كنشوفو دازت المده ديال 7 سنين خرج من السجن، غادي يتلاقى الاخ ديالو اللي كان باغي يقتلو، وركبوا في السيارة باش يمشي يشوف على الصديقة ديالو. غادي يقوزوا في الأخبار واحد 80 مليون دولار اللي كانت ضاعت فينا هي. ديك 80 مليون دولار كان سرقها إركازي ولاحها في واحد جنب البحر حتى ضرب المدة ديال السجن ديالو اللي كتوصل 7 سنين وخرج. وجا داها، ملي داها أول حاجة ما دار مشى تزوج وشرا واحد الفيلا ودار واحد المشروع وبقى عايش الحياة ديالو كما هكا. حتى لهنا كنكون وصلت للنهاية ديال الفيديو. لو وصلتي معايا حتى لهنا ما تنساش دير واحد لايك وسبسكرايب باش يوصلك كل جديد. تهلاو، كان معكم ولاد البيل ديزني.